السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا بانكيك بالكاكاو. عندنا 250 غرام دقيق الفورص خاص بالحلويات، 200 غرام ديال الشوكولا للتزيين اسود كالا، وبغيتي تيكون احسن 2 بيضات، وعندنا 2 خمارات وفاني، و300 وهنايا 2 معالق ديال الكاكاو، 300 ملل ديال الحليب، وهنا عندنا نسلي كراميل شطلينا هو اللي غادي نضيفوه اللاموس، يعني كيبقى اختياري اللاموس بالنكهه الفاني. هنا نبداو على بركه الله. عندنا 2 بيضات، نسينا ما ذكرناش السكر السنيده، وما ذكرناش لكم زيت المائده. هنا عندنا 4 المعالق ديال السكر السنيده، ودرنا مع البيض وغادي نطربوه بالطراب الكهربائي. الا ما عندكمش الطراب الكهربائي ممكن انكم تضيفوا او ديروا الطراب اليدوي او مونينكس العاديه، ما كاين حتى مشكل. وصدقوني البنات هذا كيجي بانكيك زوين. وهنا درنا رشه ديال الملحه، كما قلت لكم بانكيك كيجي هائل هائل بزاف البنات، كيجي زوين. وهنا غادي نديروا ساشيه ديال الفاني، من بعد غادي نديروا تقريبا 300 ملل ديال الحليب، 3 الكيسان ديال العنبه. الحليب عادي، ما سخناه ما طيبناه ما حتى حاجه، ماشي كاع بارد بزاف، مهم شويه قياسو، وخدمنا به عادي. هنا غادي يبقاو يستمروا في التطراب حتى يكملوا كامل الكميه ديال الحليب اللي عندنا. هنا غادي نديروا 2 معالق تاع الزيت، ما ذكرناش لكم فيه مع المقادير، مي حنا درناهم في الطريقه. كتبقاو مستمرين على هذا الحال. هنا كنديروا 2 معالق او 2 ساشيات تاع الكاكاو. من بعد كنديروا 2 خمارات من فئه 8 غرام، اي 14 غرام في المجموع. على الدقيق خاص بالحلويات. وهنا يعني كتخلطوا العناصر مع بعضياتها، من بعد كتضيفوهم ضروري من المرحله ديالي باش تغربلوا الدقيق. واخا حنا هنايا عندنا مغربل، هنا كتضيف كما شفتوا معنا العناصر اللي عندنا هنايا، يعني المستفيدات كيتعاونوا مع بعضياتهم، ما شاء الله عليهم كاملين. هنا غادي تستمر في التضراب، وغادي من بعد ديال الكميه اللي باقا ديال الدقيق والكاكاو والخماره. الا جاكم الخليط خفيف البنات ممكن ديروا واحد 2 معالق عامرين ديال الدقيق او النشا كما بغيتو. صافي هنايا كناخذوا المقلاة كنسخنوها شويه، ومن بعد كناخذوا هاد الغريرفات اولا شي كاس اولا غير مغرفه، وكديروا شويه، ما كديروهمش كبار بزاف القياس. صافي غادي نخلوهم هكا حتى كيتقبوا ومن لكم نشفوا. من بعد كتقلبوهم على الجهه الثانيه حتى كيطيبوا. صافي. ومن بعد
هنا عندنا ساشيه ديال الشونتيي ديال نكهه ديال الفانيلا، غنديروا معها 4 كاس ديال الحليب بارد كما غتشوفوا معايا، 4 كاس ديال الحليب، وغنزيدوها تقريبا شي معلقه الا بغيتوها الكريمه تجيكم معقده، بغيتوها شويه سائله واحد شويه كدير فوق ديك كاس، ولكن من الاحسن كيكون ديك 4 كاس. الا بالكم خاص الحليب، هنا خاص شويه ديال الحليب، غنزيدوها تقريبا معلقه ديال الحليب، معلقه كبيره. غادي تستمر في التضرب ديال الكريمه، كنظن خاصها هنايا الحليب، غادي نزيدوها واحد المعلقه ديال الحليب، هنا كما قلت لكم هنا تيبقى اختياري. هذا الكراميل كان شاطلينا في الحصه اللي فاتت وضفناه، داكشي اللي شط ضفناه باش بلا ما يضيع علينا، ولكن صدقوني البنات كيجيو واعر بزاف في المذاق، تقدري غير هكا تاكليه ما تحتاجيش. وهكا نفس الطريقه يعني ممكن تحشي به الكريمات، الكيك تحشي به الكيك، ممكن تزيني به لي فيغين. هنا كما كتشوفوا الكريمه درناها بجيب الحلواني، درنا شويه من الكريمه، غادي نديرو الطبقه الثانيه بالحق ما نبركوش عليها بزاف، غير شويه كما كتشوفوا معايا. هنا دوزناها في الشوكولات وغنديروا ليها، هنا درنا كاوكاو اللي حمرناه في الفران وزبنا ليه القشره ديالو وهرمشناه كما غتشوفوا معايا. كدوزوها في الشوكولا، الا بغيتو يجيكم الشوكولا كيما هكا كدوبوا الشوكولات وكديروا ليه الحليب، ومن بعد كترجعوه ثاني باش كيولي بحال هكا. المهم كما كتشوفوا معايا دائما كنوضعوا الكريمه ولكن ما كنوركوش بزاف، كنديروا النص ديالها في الشوكولا الدائبه، ومن بعد كنزينوها اما رقائق اللوز محمرين، اما اللوز كونكوسي او كاوكاو اللي بغيتو. كما قلنا حنا درنا غير كاوكاو هنايا، وغادي نخليو المستفيدات حتى هما باش يستافدوا في الدرس، حتى هما يخدموا بيديهم ويعرفوا. عجبتهم الكريمه هنا كما كتشوفوا ما شاء الله على المستفيدات، يعني راهم خدامين وكيعجبهم الحال فاش كيخدموا، فاش كيصايبوا الحاجه. هذا هو الدور ديالنا باش كنفرح حتى انا. هذا هو الشكل النهائي ديال البانكيك ديالنا، بانكيك نقولوا بانكيك بريستيج، مقدم ومزين بالكريمه اللي بقات لينا، وما شاء الله كيجي ألذ